عمرك لاحظتي ان في ستات حياتهم ماشية مش لانهم اذكى ولا اجمل ولا اغنى، لكن لانهم مستمتعين، مش متسرعين ولا مضغوطين، مش عايشين كأنهم في سباق. عايزة اقولك سر: الست وهي مستمتعة غير وهي متوترة، غير وهي مستعجلة، غير وهي بتعمل الحاجة وهي متضايقة. الاستمتاع مش رفاهية، الاستمتاع حالة طبيعية، الحالة اللي جسمك معمول عليها. وحقيقي لو فقدتيها كل حاجة في حياتك تبدأ تتلخبط. الفيديو ده مش كلام طاقة ولا فلسفة، ده كلام عملي لو طبقتيه هتحسي الفرق بنفسك. يعني ايه استمتاع اصلا؟ الاستمتاع مش ضحك ولا هزار ولا انك تكوني مبسوطة طول الوقت. الاستمتاع يعني انك تكوني حاضرة في اللي بتعمليه، مش بتعمليه وانتي عقلك في مليون حتة. بتغسلي الأطباق وانتي حاسة بالمية بحركة ايدك بركتها، ومش وانتي بتعدي الدقايق. لما بتشتغلي مش بتخلصي وخلاص، لكن واخدة بالك من كل خطوة. الست بطبيعتها حسية، جسمها بيفهم قبل عقلها، فلما تفصل إحساسها بتبوظ كل المنظومة. تعالي أقولك إزاي الاستمتاع بيأثر على هرموناتك، خلينا نفهمها من غير أي تعقيد. التوتر بيساوي الجسم في وضع خطر، والاستمتاع بيساوي وعقلك بيفهمها ان الجسم في وضع امان. لما بتكوني مستعجلة متوترة ومش راضية، جسمك بيطلع هرمونات ضغط، ستريس عالي جدا، وده يعمل لخبطة في النوم، لخبطة في الشهية، لخبطة في الهرمونات، وتعب نفسي من غير اي سبب. لكن لما تبطئي وتستمتعي جسمك بيفرز هرمونات الراحة، وساعتها تفكيرك بيهدى، قراراتك بتتحسن، وجسمك بيتظبط. علاقتك بنفسك وباللي حواليكي كمان بتتحسن. مش سحر، دي طبيعة، دي بيولوجي. يعني لو بحثتوا على صحة كلامي هتلاقي أبحاث كتيرة جدا معمولة في المواضيع دي. تعالي أقولك ليه أي حاجة بتتعمل باستمتاع بتنجح، وهقنعك. لسبب بسيط جدا: الإنسان وهو مستمتع تركيزه أعلى، حضوره أقوى، طاقته مش مستنفذة، أخطاؤه بتقل يعني بالعقلانية أكيد الأخطاء هتقل. وأقولك على سر دايما بتلاحظيه أنا وإنتي وغيرنا: الأكل اللي بيتعامل باستمتاع طعمه أحلى، ودي مش صدفة. الشغل اللي بيتعامل باستمتاع نتيجته أحسن، ودي برضو مش صدفة. العلاقة اللي فيها استمتاع بتكون أعمق وأصدق. الست لما تعمل أي حاجة وهي مضغوطة النتيجة للأسف بتبقى ناقصة، حتى لو تعبت أكتر. البطء السر اللي محدش بيقولك عليه. أغلب الستات فاكرة إن السر في السرعة، وإنك تنجزي أكتر في وقت أقل، لكن حقيقي الحقيقة عكس كده تماما. البطء بيساوي إحساس أعلى. أنا لما بقولك بطئي مش بطئي وخلاص، بطئي عشان الحركة البطيئة هتخليكي غصب عنك تحسي بكل حاجة بتعمليها. جربي تعملي حاجة أبطأ 20% بس كده كبداية، ما انتي أكيد مش هتغيري من شيء لنقيضه مرة واحدة. بالتدريج امشي أبطأ، اتكلمي أهدى، كلي يا ماما على مهلك، مستعجلة على ايه؟ ادي لكل حاجة وقتها وحقها.
هتلاحظي إن إحساسك بالحاجة بيزيد، استمتاعك بيها عمال بيزيد، توترك أقل بكتير، ودماغك فاضية شوية. البطء اللي أنا أقصده مش كسل، البطء ده وعي يا جماعة، وعي. البطء ده عمق الأنوثة بجد. خطوات عملية تطبقيها من بكرة، مستنية ايه؟ مين عندك أغلى منك على نفسك؟ اعملي عشان نفسك حاجات بسيطة جدا. اختاري حاجة واحدة في يومك تستمتعي بيها كبداية، مش اليوم كله. عايز حاجة واحدة بس، فنجان قهوة، الدش، المشي، الأكل. اعمليها على مهلك، أرجوكي من غير موبايل ومن غير استعجال، ولا حتى تشغلي ميوزك جنبك، انتي وبس. واسألي نفسك السؤال ده وانتي بتعملي أي حاجة، أنا حاسة بإيه دلوقتي؟ مجرد السؤال ده بيرجعك لجسمك على فكرة. أنا من الحاجات اللي قلبت حياتي رأسا على عقب إني ما كنتش بقدر أعمل أي حاجة إلا في وجود التليفون في إيدي. وكمان كنت ببقى عايزة أخلص بسرعة عشان أمسك التليفون. بس بعد ما طبقت ده في حياتي، أنا أصلا بنغمس في اللي أنا بعمله، بنسى التليفون، بنسى نفسي، بنسى كل حاجة. وأنا سمعت آه سمعت من فترة واحدة بتتكلم إنك لو عايزة تعيشي عمر أطول، كأن عمرك ده بقى 10 أضعاف عمرك الحقيقي اللي انت هتعيشيه بإذن الله، بطئي وعيشي كل حاجة على مهلك. انت كست لازم تكوني رايقة هادية، وده أهم حاجة عندك. أنا عايزاكي تمنعي نفسك من العجلة. لو لقيتي نفسك مستعجلة من غير سبب، عادي، بس وقفي ثانية، خدي نفس وكملي. العجلة غالبا ما بتبقاش ضرورية، انتي بس متعودة، ولما تتعودي على العكس هتعمليها بشكل تلقائي. بطلي تعاقبي نفسك. الست اللي مش مستمتعة غالبا شايفة ان الراحة ذنب، وانك لو بطأتي واستمتعتي انتي كده بتعملي حاجة مش صح. حبيبتي، الراحة مش ذنب، الاستمتاع ده دلع، ده احتياج. الخلاصة، الست الطبيعية مستمتعة وهادية وحاضرة، مش مكشرة، مش مشدودة، هي مش في سباق دايم. ولو رجعتي للاستمتاع حياتك هتتظبط من غير ما تعفري. ابدأي بالبطء والاستمتاع هيجي لوحده، ومعاه كل حاجة حلوة. سلام يا جميلة.